من خلقة الدنيا والإنسان يخطي ويذنب وله نزوات وله هفوات. ذنوب قد تؤثر عليه لكنها ما تفتك به مرة. لكن فيه 4 أمور ما بعد شفت أحد سوى شيء منها إلا وشفت له نهاية سيئة. الأول الترهي ونسبة الفضل للذات وللنفس وللعقل. تحسب الدنيا في يدك كلها إنك أنت اللي مدبرها، تراها بداية النهاية. الثاني الشماتة، أن تشمت بمبتلى أيا كان، فاسد فاسق، المهم شماتة، تراها ما تخطي ولا تبطي. الثالث كشف عورة إنسان مستتر. احذر 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 تكون فضيحة أحد على يدك، ولو يبدو لك أحيانا أنها فضيحة إصلاحية لكي يرتدعه ولكي يرتدع الناس. احذر، تراها خطيرة وعواقبها ما تطيع تقضي، كل ما قلت قضت طلعت في حياتك. الرابع والأخير الانتقام المضاعف. يخطي عليك أحد وتنتقم منه انتقام ما يشبه الذنب، تفصله وتشكيه وتتبع عوراته. ترى هذه دمار الحال والمال. والله أني إذا شفت شيء من هالأمور في رجال طيب إنه يضيق صدري عليه مرة، لأني أدري إنه في نهاية عزه، في نهاية غناه أو وجاهته أو سمعته أو طمأنينته. وعموما في الحياة كلها سوي اللي تبيه، لكن اعرف إن كل شيء له ظل، حتى الأمور البسيطة. الكلمة اللي جرحت بها شعور إنسان غريب في أحد التعليقات ونسيتها تراها مفصلت عن أقدارك. الكلمة اللي جبرت بها خاطر إنسان منكسر تراها ما انتهت. تلقاها سر في توفيقك، سر في محبتك، سر في قبولك، سر في طمأنينتك.